قولولي شو رأيكم بهالمنظر. هاي سفرتنا المتواضعة صارت جاهزة لكم. هالمناظر قد حلوة. صباحا يحمل القلوب طمأنينة وللنفوس راحة وللأيام أملا لا ينتهي. فليكن صباحك جميلا كجمال قلبك ولطيفا كنسمة هواء هادئة ومشرقا كضحكة تضيء وجهك. صباح الخير، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ورنان ما عاد يسكت. جزر محشي بس ما بيجي محفور. بابريكا ملونة. شوفوا هالبندورة ما أحلاها، هيك بتجي كتير كتير طيبة عن جد. بس يمكن بالغرام نشوف قديش حاطين. 200 غرام بالغرام تنباع يعني، ما بالكيلو. شوف هي هون كمان طماطم كرزية كتير طيبة كمان بالغرام. الفليفلة هيك بتيجي كمان هون كله بالغرام. هاي موز صغير يعني للولاد للمدرسة، صغير كتير لذيذة. هون قسم الفطور، فليفلة محشية كتير طيبة. زيتون طبعا هيك بيجي هون، ما في تشتري بالكيلو، كله بيجي هيك علب صغير غرامات. فواكه مقطعة جاهزة بس على الأكل. أحلى هالهدية علب شوكولاتة. كتير حلوين.
هلا لتحضير طبلة الشاورما: توم مهروس، كركم، كاري، فلفل، فليفلة، زنجبيل مطحون، وملح. ضيفهم كلهم هيك. عندي ملعقة صغيرة دبس فليفلة، 4 معالق لبن زبادي حسب الكمية. أنا بدي أعمل كيلو ونص شاورما، فبدهم 4 معالق لبن. عصير حبتين برتقال، نصف حبة عصير ليمون، برش برتقال وليمون، ملعقة صغيرة خل. هيك صارت عندي التبلة جاهزة. بحركها كتير منيح. زيت الزيتون، شايفين على اللون ما أحلى. بيطلع معنا صوصة شاورما، لازم هيك يكون معنا اللون. هلأ بنزل الشيش بعد ما غسلته منيح، صفيته من المي. هلا هيك نزلت الشيش بعد ما غسلته ونظفته كتير منيح بالملح والليمون والخل، صفيته من المي. هلا ببدأ بشربه من التبلة. هيك تبلة الشاورما صارت عندي جاهزة. هلا بتركها لتتشرب من ساعة لساعتين وبعدين على القلي. هلا بغلفها على البراد. وهيك صار عندي أطيب طبلة. هلا عقلها يحمي نضيف زيت زيتون صلصة الشاورما. هلا هون الزيت عندي حمل، باخد شاورما فورا على الزيت. وهلأ هيك صارت عندي الشاورما جاهزة بعد الكبس. قولولي شو رأيكم بهالمنظر. وهيك والله كان غدانا، الحمد لله رب العالمين. اكتبولي بالتعليقات إذا عجبتكم الوصفة. هلا ببدأ بتحضير القطر للبسبوسة. بحط كاستين من السكر، بضيف عليهم كاسة واحدة من المي. بحطهم على نار هادية، وبس غلي عندي الخليط بضيف ملح الليمون مشان ما يتبلور عندي السكر. هلا هون برد عندي القطر، بضيف ماء الزهر تقريبا معلقتين كبار. بتركهم على نار هادية من 5 ل7 دقايق. وهلا ببدأ بتحضير البسبوسة اللي هي 6 كاسات. بضيف حبتين من البيض، ظرف من الفانيلا، بخفقهم كتير منيح مثل ما شايفين بالفيديو. بعدها بضيف ظرف بيكنج باودر
وكمان بخفق كتير منيح حتى أحصل على اللون كريمي. هلأ بنزل بالسكر، طبعا السكر اختياري، بتحبوا تقللوا تكتروا حسب الرغبة. بخفقهم كمان كتير منيح. بعدها بنزل بكاسة سميد، كاسة طحين، وكاسة جوز الهند، كاسة لبن، كاسة زيت، ومعلقتين ماء زهر بيعطوا طعم كتير طيبة. لا المتوفر عندكم برش برتقال أو برش ليمون، أنا حبيت أحط من الاثنين، كمان بيعطي طعمة طيبة. وبضيف ربع كاسة مي حتى تعتل القوام شوي، يكون سائل ما يكون سميك. وهلأ بخلط هالمكونات كتير منيح. وهلأ بدهن الصينية بكمية وفيرة من الطحينة حتى ما تلزق معي البسبوسة، وضروري تكون هالخطوة تدهنوها كتير منيح. هلأ بنزل الخليط كامل بالصينية، بحرك الصينية كتير منيح حتى طالع أي فقاعات هوا. بختبر الاستواء بأي عود خشبي عندي. وهي القطر، خلينا نشوف. تمام، هاي النتيجة اللي بدي اياها. وهيك بعد ما برد عندي القطر تماما، بقوم بتقطير الصينية وهي سخنة حتى تتشرب كل كمية القطر، ضروري تكون سخنة والقطر بارد. هلأ التقطيع على ذوقكم، اختياري كيف بتحبوا انتو، مكعبات، مثلثات، مثل ما بتحبوا. اعطوني رأيكم. وهيك والله بعد تعب يوم كامل صار وقت ان الواحد يرتاح ويدلل حاله. هالمناظر قد حلوة عن جد.